السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء البستاوي، والنهارده جايه لكم باهم خطوه تقدري تبداي منها شنط الخرز بطريقه سهله وبسيطه جدا. الخطوات دي مهمه قوي، وهي خطوه ازاي تفرقي ما بين مقاسات الخيط وكمان مقاسات الخرز، وايه الخيط اللي يناسب الخرز مقاس كذا وهكذا. طبعا الخطوه دي مهمه جدا لكل المبتدئين، بحيث ان شغلك يطلع معاكي مظبوط جدا. واوعي تستهيني بالخطوه دي، الخطوه دي من اهم الخطوات. انا بقالي فتره في ناس بتطلب مني ان انا اعمل معاهم كورسات او كده، لكن انا حبيت ان انا الكورسات دي اعملها على القناه هنا، وده اعتبروه اول فيديو من الكورسات ديت. علشان كده اول خطوه هختارها معاكم ان احنا نختار الخيط المناسب للخرز المناسب. زي ما انتم شايفين انا هنا معايا 3 مقاسات من الخيط، وكمان مقاسات كتيرة جدا من الخرز. ويلا بينا بقى نشوف الفيديو بيتكلم عن ايه. وعايزة اقولك ان بجد الفيديو ده باذن الله هتستفادي منه قوي، ولو مهتمية بالنوعية دي من الفيديوهات متنسيش اللايك، لانه بيساعد ان الفيديو يترفع وباذن الله ناس كتيرة جدا تشوفه وتستفاد منه. اول حاجة زي ما اتفقنا انا معايا هنا 3 مقاسات من الخيط. اول مقاس معايا اللي هو مقاس 70، وهقول دلوقتي بيستخدم ايه الخرز اللي بيستخدم معاه والانسب ليه كمان ايه. ده طبعا بالنسبة لسعر الخيط بيبقى التلاتة زي بعض بالظبط. معايا كمان بقى هنا مقاس 60، وكمان معايا مقاس 50. وبالنسبه بقى للمقاسات دي انسب مقاسات لشغل الشنط. تمام، في طبعا مقاس كمان اللي هو مقاس 80 وهنتكلم برضو عنه دلوقتي. اول حاجه معايا هنا مقاس 50، بدات بيه علشان اقولك ان ده مخصص لنوع خرز معين بس، وهو الخرز الازاز. ليه؟ لان مقاس 50 زي ما انتم شايفين بيبقى رفيع جدا، ما يستحملش شغل الخرز اللي هو التاني. ده لسببين. اول سبب ان اساسا الخرز الازاز معايا بيبقى محتاج الخيطة تكون رفيعة مش تخينة زي مقاس 60 او 70 او 80. تمام، بحيث ان انت تقدري تستخدميه بكل سهولة. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا خرز ازاز مقاسات مختلفة، طبعا كريستال زي مثلا مقاس 10 ومقاس 6 وكمان معايا مقاس 8. كل المقاسات دي بستخدم لها مقاس 50. تمام، علشان اقدر بقى لما انا اشتغل بالخرز دوت واربط الخيط كده واعمل منه عقده، اقدر ان انا اعديه بكل سهوله في الفتحه بتاعه الخرز. بصوا الفتحه بتاعه الخرز كويس ان هي واضحه في الفيديو علشان تقدروا ان انتوا تاخدوا بالكم. تمام، انا هنا الخرز ده كريستال ونوعه ازاز، يعني اي خرز ازاز هستخدم له خيط مقاس 50. وده الاستخدام اللي انا بشوفه الافضل لمقاس 50. مقاس 50 مش مناسب خالص لاي نوع تاني من الخرز. تمام، علشان يبقى فيه نسبة وتناسب ما بينهم. طبعا زي ما قلت لكم الخرز هنا مقاساته مختلفة لكن نوعه ثابت وهو ازاز. تمام كده، ده بالنسبة لمقاس 50 هستخدم معاه الخرز الكريستال او اي نوع خرز ازاز. زي شنط الاجانب كده بتبقى اغلبيتها بتبقى بالازاز، لكن طبعا انا مرشحهاش خالص علشان بتبقى تقيلة جدا. وهديكوا دلوقتي شكل انا كنت عاملاه برضو. زي ما انتم شايفين دي شنطة انا عاملاها من خرز الكريستال الازاز، لكن انا هنا بقى عملت حركة بسيطة خالص عشان في الاخر الشنطة ما تبقاش تقيلة جامد معايا. انا عملت التربيعات بتاعتها ديت اللي هي الملونة الازرق والاخضر والحاجات دي كلها من الكريستال، وطبعا استخدمت فيها مقاس 50. اما التربيعات التانية او بقية الشغل عملتها بمقاس 8 برضو كريستال، لكن كان بلاستيك علشان الشنطة في الاخر ما تبقاش تقيلة جامد. تمام، ولو لاحظتوا كمان ده بالنسبة اهو، بصوا خيط 50 وده خيط تاني مقاس 70. بصوا الفرق في الحجم. تمام، ويلا بينا بقى نشوف الخيط اللي بعده. هنشوف بقى حجم الخيط التاني. عايزه اقول لكم ان دوت خيط مقاس 60. عايزه اقول لكم ان ده بقى حبيب الملايين، لان طبعا المقاس ده مناسب جدا لاغلبيه الخرز. هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا مناسب جدا لخرز مثلا طبعا كله بلاستيك، مقاس 10 مقاس 8 وكمان مقاس 6. تمام، تقدري تستخدميه في حاجات كتيره جدا، وكمان على حسب شكل الخرز. يعني مثلا انا معايا هنا لولي، ده لولي مقاس 10. تمام، مناسب جدا معاه مقاس 60. تمام، احفظوا بقى. وكمان معايا هنا ده لولي برضو لكن مقاس 8، ده بيكون برضو شكله كده. وطبعا في منه مقاسات تانية، تعالوا نشوفوا كده عشان تشوفوه عن قرب شوية. ده كده مقاس 8. تمام، لولي. فانتي بقى بتقيسي عليه اي حاجة. ده خرز برضو مقاس 8 اسمه CCB فضي، وفي منه كمان ذهبي مناسب جدا معاه خيط مقاس 60.
تمام كده. يبقى مقاس 60 كويس مع مقاس 10 ومقاس 8. ومقاس ايه كمان تقدري تستخدمي معاه مقاس 6، وتقدري تستخدمي معاه مقاسات تانية كتير، زي برضو مقاس 10 لو نوع تاني، زي مثلا فتافيت السكر. فتافيت السكر اللي معايا في الصورة ده برضو مقاس 10، فهيبقى كويس معاه مقاس 60. تمام. يعني مهما تغير نوع الخرز اهم حاجة مقاسه. اتفقنا كده. بصوا الشغل، بصوا مشدود ازاي وجامد جدا خالص. يعني الشغل معايا مش مايع كده او سايب، لا مشدود جدا وحلو قوي. طبعا بالنسبه لمقاس 10 لو بصيتوا هنا على الكريستال اللي معايا ده مربع بس برضو مقاس 10، فطبعا هستخدم له برضو خيط مقاس 60. يا رب تكونوا فاهميني في النقطه دي. تمام كده. طيب لو معايا برضو كريستال اللي هو المدور مقاس 10 ينفع، لو كريستال مربع مقاس 8 برضو ينفع. تمام. يبقى احنا كده شفنا مقاس 10 ومقاس 8 مناسب. علشان كده دايما بقول ان يعني بكرة اللي هي الخيط اللي هي مقاس 60 دي لو جبتي منها 2 3 عندك من بصوا هتستخدميها اكتر حاجة، هي هتستخدميها مقاس 60. تمام. زي ما انتوا شايفين الخرز اللولي اللي في ايديا ده مقاس 8، وكمان الكريستال ده مقاس 8، رغم ان هما الاتنين مش شبه بعض خالص، ولا تحسي في الشكل ان هما فعلا مقاس 8 زي بعض، الا ان هما الاتنين بيستخدموا نفس نوع الخيط اللي هو مقاس 60. يعني مقاس 60 مناسب جدا لحاجات كتيرة قوي. تمام. هندخل بقى على نوع تاني دلوقتي. حبيت بس قبل ما اوريكم مقاس 6 عايزه اقول لكم برضو ان بصوا ده مقاس 8. انا حبيت ان انا اوريكم قطع بالفعل انا عاملاها وبكمل بيها شنط. عايزه اقول لكم بصوا مشدوده ازاي وشغلها بجد حلو جدا جدا ازاي. برضو بالنسبه لشغل الخرز بتاع الاطفال برضو اللي هو بيبقى الاحمر والحاجات دي انا عامله برضو معاكم شنط منها، وكنت عاملاها برضو بمقاس 60. تمام كده. طبعا بكرة الخيط دي في منها احجام، في حجم اكبر من كده شوية بالنسبة لكل المقاسات، وفي حجم كمان صغير لو انتي مبتدئة. مش شرط يعني انك تجيبي بكرة الخيط اللي هي بتبقى كبيرة قوي كده. بعد كده معايا بقى اللي هو خرز مقاس 6. بصوا مقاس 6. طب ايه الفكرة؟ الفكرة ان اساسا الخرز اللي هو بيكون بلاستيك بيبقى الفتحات بتاعته اصلا كلها بتبقى كبيرة. تمام. بصوا يعني الفتحات بتاعه الخرز وهي في ايدي اصلا باينه ازاي من غير ما امسك واحده اوريها لكم ولا حاجه. باينه جدا. بصوا فبتستحمل الخيط ده. مش فكره ان الخيط يعدي بس، لا، فكره ان انت لما تعملي عقده او ربطه ينفع هي كمان تعدي وتستقر تحت الخرزه دي، علشان شغلك في الاخر يبقى مظبوط وشكله حلو وتشطيبه شكله حلو، بحيث ان العقده دي ما تكونش باينه. تمام كده. وده شغل تاني برضو بالنسبة لشغل الأطفال، برضو عاملاه بمقاس 60. فأنا نصيحة مني للناس المبتدئة يوم ما تجيبي خيط جيبي دايما مقاس 60 بالنسبة للشغل. ولو هتبتدي بمقاس خرز عايزاه يبقى مناسب معاكي جيبي مقاس 10 فيما فوق. تمام. اهي البكرات الصغيره اللي انا بقول لكم عليها، بكره صغيره بيبقى سعرها تقريبا نص سعر دي، وبتبقى حلوه جدا. الفكره كلها بس ان المقاس بتاع البكره الكبيره تقدر تعمل معاكي شنطتين وثلاثه كمان، اما بالنسبه للصغيره دي ممكن تعمل معاكي واحده او اتنين صغيرين قوي. تمام. لكن لو عايزه تعملي شنطه حجمها كبير او اتنين يكون حجمهم كبير، المقاس الكبير بتاع البكره ده بيكون كويس جدا. تمام كده. نرجع بقى للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بالنسبة للخيط ابدأي بمقاس 60، وبالنسبة للخرز ابدأي دايما بأي خرز مقاسه 10 أو فوق 10، 12 و14. وكمان بالنسبة برضو لخرز اللي هو الدرس مقاس 10 بياخد برضو معايا خيط مقاس 60. زي ما انتوا شايفين الشغل برضو مشدود ومظبوط ازاي. انا حبيت برضو زي ما قلت لكم اوريكم قطع عمليه قدامكم علشان تاخدوا بالكم ازاي هي مظبوطه. وطبعا بالنسبه بقى لطريقه الشغل هتلاقوا فيديوهات كتيره انا عاملاها على القناه بتوضح لك ازاي تعملي اصلا الشنط دي، لكن احنا اتفقنا ان ده اول فيديو بالنسبه للمبتدئين خالص. دلوقتي بقى هندخل على مقاس 70. طيب مقاس 70 ده بقى انا بستخدمه في ايه؟ مقاس 70 او كمان 80، بس احنا خلينا في 70 دلوقتي. بستخدمه في الخرز اللي فوق رقم 10. يعني ايه؟ يعني اي خرز فوق رقم 10 بستخدم معاه مقاس 70. زي ما انتم شايفين في تفيت السكر الفرق بين ده وبين ده، اللي في ايدي اليمين مقاس 10 فانا بستخدم له 60 وقلنا عليه من شويه، انما اللي معايا ده مقاس 12 فبالتالي ان انا هستخدم له مقاس 70. تمام. يبقى انا مقاس 70 بستخدمه لاي خرز فوق مقاس 10. تمام. بالنسبة لمقاس 12 ده اذا كان في تفيت السكر او اذا كان كمان اللولي او اي نوع خرز تاني. بالنسبة للخرز البلاستيك مقاسه بيكون مناسب جدا، وكمان لما بتعملي الربطة او العقدة بتقدري تداريها بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كمان معايا اللولي ده مقاس 14، وكمان معايا خرز تاني برضو بنفس المقاس.
تمام. يعني اي خرز بلاستيك فوق مقاس 10 بستخدم له مقاس 70. طب ايه نوعية الخرز تاني اللي انا بستخدم معاها مقاس 70 او ممكن كمان مقاس 80؟ الخرز الخشب. الخرز الخشب زي ما انتم شايفين فيه منه مقاسات برضو كتيرة جدا، اذا كانت الاحجام دي او كمان الاحجام دي بيبقى مناسب معاها جدا مقاس 70 او 80. تمام، على حسب طبعا فتحة الخرز قدامك. زي ما انتم شايفين الفتحات بتبقى فيه فتحات كبيرة خالص كده. تمام، بس طبعا دي بنستخدمها في الايد بتاعه الشنطه، وفي فتحات بتبقى اصغر على حسب اللي انت بتستخدميه او اللي انت هتعمليه للشنطه. لازم تعملي الشنطه الخشب بمقاس 70 او 80 على حسب فتحه الخرزه قدامك. تمام كده، زي ما انتم شايفين كده مقاس 70 ده بيكون المناسب ليه. يا رب ترتبوا كده قدامكم. عايزه اقول لكم ان انت ممكن تحفظي الفيديو ده عندك علشان ترجعي كل مره تحبي تعملي شنطه ومش عارفه المقاسات، ترجعي للفيديو ده مره تانية. وطبعا اللايك برضه هيخلي الفيديو يتحفظ عندك. كمان عندي رقم 70 او رقم 50 ايا كان حجم الخرز، في منه بكر صغير. وعايزه افكركم ان كل الخامات اللي انتوا بتشوفوها قدامكم دي وغيرها كمان متاحه من خلال صفحه القناه على الفيسبوك. هسيبها لكم في اول تعليق مثبت علشان تقدروا تزوروها وتقولوا لي برضو حابين تختاروا خامات ايه. وطبعا حابه اقول شكرا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه، جزاكم الله كل خير. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وقبل كمان ما يعجبكم يا رب كمان تكونوا استفدتوا منه. واكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا بتتابعوني من اهل بلد، وكمان تحبوا نكمل في السلسله او الكورس دوت في التعليم، ولا تحبوا نتكلم عن ايه بالظبط. وكالعاده ما تنسوش بقى اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.